إبراهيم جانيني. كلام عن إسماعيل. إيه عن إسماعيل بن إبراهيم جانيني. أبو بكر أمو إنك سنجني. حدثنا ابن أولية. حدثنا عن إذن فود. عن خضرار المعنى عن نقب. أبي بكر أمو حدثنا عنك. بقى إسماعيل جوسني ابن أولية نسبة إلى أمه. إسماعيل بن إبراهيم جاني. أما قصدي نجالا. إيه؟ أولية إبراهيم تو وانت توقع إسماعيل. إسماعيل بن إبراهيم في ابن عليان توق. ابن عليان نسبة إلى أمه. إبراهيم من غافين أبو أبا. أو جونك لي تي ودا بكت قرانك. إيه. هايا أما كانجي يوم غافي بيجي. زهير المي حربي إسماعيل راكو قرأوا أكمجي عن إسماعيل بن إبراهيم. أبو بكر حدثنا ابن علية. ابن وليان في إسماعيل كمال وليتان مال دوبا ولا بينسى نسبة إلى أمه من علية. نسبة إلى أمه في نسبة إلى أبيه. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا بشر بن الفضيل حدثنا خالد الحذاء عن الوليد عن الوليد أبي بشر قال سمعت حمران يقول سمعت عثمان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله سواء. يقول قابك يذكر جسنبه يقول مثله سواء جامتي درسا وليد بن بشر. أجدت أوريم وليد بن بشر نجرا وليد بن مسلم وليد بن مسلم جرامي آية كزيمي درسا وليد أرمت خالدية خالد الحذاء. خالد الهزائم قبيلة هذا يعني إني تكا قبيلة نجابة. حذاء سلام. ولكن هو جالس عند هذه جابلة هاي. ما لا خد دون جاني زين. إيه حذاء كن خد هذا خد دون سلام. لا هذه جاني ترى. أما بشر المفضل إن يراقب خالد الهزائي راقب. القسيمة دي المعول إياه وإن يراقب وليد بن خالد الراقب. قسيمة أكل جام قهون. إيه يقول كيس أن تجرى. يقول كيس أن نجرب هو. يقولون في المدارع مرفوع لتجردي عن الناصب والجازم على مر في دم ظاهرة فاعل هو ما كيسجو وني معروف قال أكاب ورواسة أدنى جيران بكمتة. هاي أنا قامة مثلي أفيقا بشر المفضل خالد الظاهر راقبة. مثلي الموليات أكسي. هاي متابعا تامة. أما متابعي أما قابرقا وقونا كان وادق سني أوفي ولي سنتين وصابيتني. إيه بس هاجتني. إيه بس هاجي إيه أما يجي يلا ديما بشر المفضل يلا ديما من المغلية هي مجمع السندي خالد الحذاء متابعا تامة. درسان جلال بان درسان لمان بشر المفضل المغلية أكنا منا جل ديما ما نيجي. ديما ماني خسنة الدراء هي تجيبها. خسنة الدراء هي تجيب قادر يلا ديما ما متابعة يعني النسبة بين نسبة. هايا تهم كغاري كلامات تجبرات تهم له أبا خطابا سلا قلم أنا ما كنت. حدثنا أبو بكر النضر بن أبي النضر قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم
حدثنا عبيد الله الأشجعي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير إمال تودك غيث الرسول وجيجيرا قال فنفدت أزواد القوم سنكين أمتان رمته قال حتى هم بنحر بعض حمائلهم غري قالن في أتن كان قرأتشو هما ملاني كابيرتي تكبوتي بيرتي قبت قال فقال عمر يا رسول الله لو جمعت ما بقي من أزواج القوم سنكين راوانا فيدو ولك أبديتو أي بوتي فدعوت الله بالروية عليها فدعوت الله عليها ربي رقرأتي بالروية قالن قراني فتو قال ففعل قال ولك أبدو أي قواني قال فجاء ذو البر فجاء ذو البر ببره وبالتمر وتمر قال بتمره وقال مجاهد نمو أنا ما قبو في ديتشبو وذو النواة بنواه وريو خلي مليو من قبل كل بولي في خلي قلت ماني وريزم فلا أنا نياتني بس فلا أنا قبلي الليلة إسام قرين قبل سفين قبلي بس قلت وقولي وما كان بيو عفلة دتشي قتني تما خلوا ما سي غيزة خايني شورو ترى روبته دتشي تنقطني تما خلوا ما سيني بيتني خلوه في ثقافة كسجادة أنك سجادة سونك إسا خايني أشوف الروان نياتا نياتا متزوني الدين قدام أنا بيتي سنو تجكله رالبورة شودين قلت وما كانوا يصنعون بالنوى خلي كم قدام قال كانوا يمسونه ويشربون عليه الماء تاني تما بشان الردوان قال على دبو بلا بعد قال فدعا عليها حتى ملأ القوم أزودتهم سنك أزودتها أزودتهم سنك كيسا وانا والكان ثاني أمو قوتا ثاني فقال عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بما عبد غير شاك فيما فيما إلا دخل الجنة شهادة غيث شك إيمان بل ليس تجيتو هاي أغاثني معجزة ليجو جابا حدثنا سهل بن عثمان وأبو كريب محمد بن العلاء جميعا عن أبي معاوية قال أبو قريب قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد شك الأعمش مسلمي جمع شك لابن شو قال لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة قالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنهرنا نواضحنا فأكلنا إدو أيام قوتي أشار قلنيا ودهنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوا قال فجاء عمر فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر ولكن ادعوهم بفضل أزواجهم عشانتنا قال لن كان قال جنته قال لي لدما وني في أن ننجرتو وني أب ننجرتو أدوين نفتي جانو أمو لكن أمتا أججنا موانا فسنك يا ورقبني ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك بركة قدر ربي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هيا كان ويا والرب بلا وهين دفن شورا قدني ملا وريني فرطن جيجوبا قال فجعل الرجل يجيء بكف ذرة ويجيء الآخر بكف تمر قال ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه